صباح الخير البنات، صباح النور، صباح الورد. صباح الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو هذا البنات هبطته قبل العودة المدرسية بنهارين هكاكا 3 أيام. ظهر لي 3 أيام هكاكا بريست. هبطت اليوم. مشيت للسوق، عملت دورة باش ناخذ حاجات تنوري لكم مشترياتي في الفيديو القادم ان شاء الله. بالصدفة عرضتني النصبك اللي تبيع في الدبش متاع القراية، وقفت فما عملت لمحة صغيرة وحبيت نوري لكم ونجبد موضوع القراية والعودة المدرسية. كل شيء متوفر للبنات في السوق، اما ما نعرفش اسكو انتم تحبذوا انكم تشتروا من الجرون سيرفاس ولا من السوق ولا من المكاتب. كل حد يكتب لي في الكومنتير كيف وين منين يحب يشري بالضبط. كل شيء متوفر للبنات في البلايص الكل، اما الغلاء مش نورمال. ربي ان شاء الله يعطي بالقوة للاولياء. ان شاء الله يا ربي ينجموا يخلطوا انهم يوصلوا صغيراتهم لبلايصهم في المدارس، ويشروا لهم مستلزماتهم الكل. خاطر الوالدين كما تعرفوا ما تحبش تحقر صغيراتهم، ولا ما تحبش يعني تعكسهم في حاجه. صغيرات الكل يحبوا حاجه جديده، يحب يتبع صاحبه، هذيك شريته وهذيك حتى انا نشري. ما نجمش الوالدين يشوفوا صغيراته خاطر تغيظوا روحه انه ما نجمش يوصل لصغيراته. وربي قدر الخير يا ربي. حني في تونس ياسر غلا معيشه. قبل ما نكمل الحديث لهنا مشيت عملت الدورة في السوق، مشيت عملت فطور هنا وراجلي. خذيت قهوة خاطر ما شربتش القهوة في الدار. خرجت بكري وبعد ما كملت خذيت قهوة عملت دورة الحصيل وروحت قريب ل11:30 هكاكا. روحت يا رب باش نطيب. دخلت العزيز عمل دورة كالعادة يا اخي. نلقاك الكروفيت تبيع فيها محاضرة، قلت هاي نمشي نعمل بهم مقرونة فيتفي. والله جت بنينة تهب البنات متاع دارجين وكهو، يعني ما تشدش وقت. اخذت شوية زيت رميت فيهم شوية بصل مفروم وشللت الكريفات وحطيتها في الزيت. ما نخليهاش تغلي ياسر الكريفات، خاطر ما تغلي اكثر تكساح برشا، معاش تولي كيسحة برشا في الفم. حصيله وعملت معاهم مغرفتين طماطم كبار متاع طماطم، مغرفه في الملحي، شويه في الفلكه، شويه كركم، شويه هكا فحدو بالليش. وعملت نكته متاع ماء خليتهم يتقلوا هكاك. دوب ما وقفت على زيتها صبيت لها الثوم والكمون وزدتهم قرايب فلفل اخضر والصوص تكمل حكايه درجين.